بصوا، انا قاعده متكتكه تحت البطانيه مش قادره اقوم من كتر الساعه. الجو تلج 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 تلج. بس لازم اقوم اروح عشان حماتي. طبعا احنا مش بدري، احنا الساعه 9:30. بس مش قادره اقوم. والله ما قادره اقوم. يعني انا وديت البنات المدرسه وقمت الساعه 5 وديتهم ونمت على الساعه 7 كده النوم خدني. والله ما كنتش ناويه انام عشان انام بدري، لان موضوع النوم ده مش مظبط. كل يوم اقعد لحد الساعه 2 واكتر، وعايزة انظم الوقت شوية. فمش عارفة اقوم خالص. بصوا، عيني 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 ورمة ومش قادرة افتح خالص. هعمل فنجان قهوة يفوقني، وبعد كده اقوم بيها رايحة لهناك. انا رحت وديت ابني لحماتي بتحب تصبح عليه. آه وجيت بقى مش قادرة اقعد اعمل انام على نفسي. حماتي تضحك علي. جيت اعمل كوباية قهوة واروح اشوف بقى انا هعمل ايه. طبعا مطبخ نضيف، هروح اطبخ على طول. متنسوش تحطوا اللايك وتكتبوا تعليق كويس كده وحلو يشجعني، وتحطوا اشتراك لو مش مشتركين، وتفعلوا الجرس. ويلا بينا بقى تشجعي كده وقومي معايا. شوف انا هعمل ايه. هروح اولع البوتاجاز واطبخ عشان اتدفى كده واعمل كوبايه قهوه تصحصحني. يلا، يسعد صباحكم ويسعد مساكم لو بتشوفوني بالليل، وربنا يكبركم ويفرح قلوبكم. بحبكم كتير. يلا بينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قبل اي حاجة خالص صلى على الحبيب قلبك يطيب عليه افضل الصلاة والسلام. بصوا بقى، جبت كده الكنكة وشوية قهوة وشوية سكر، يعني حسب بقى. مش هقولك انا حطيت قد ايه، حسب ما انتي بتحبي. انا حطيت معلقة سكر ومعلقتين قهوة، وعملتهم على مية ساقعة كده عشان يبقوا حلوين وياخدوا وقتهم بالراحة خالص. ويعني بتفرق برضو في نوع البن. عايزة اقولكوا بقى ان الكنكة السلستين دي مش حلوة في القهوة خالص. عايزة اجيب كنكة من بتاعة القهوة، ما عنديش. عندي واحدة تانية ألمونيا بس واسعة شوية عندي، فقلت اما اعمل في دي صغيرة يعني. بس شايفين الطشة اللي وانا بصب دي بتضيع نص الوش في العملة دي، لان طبعا بتبقى سخنة وبتيجي تفرغي القهوة بتقوم جاية رايحة طشة، عاملة بقى مضيعة نص الوش. طبعا زي ما قلتلكوا بقى ما كانش فيه مواعين ولا اي حاجة، وكنت كنست. فقلت بقى هدخل اطبخ على طول. فلقيت البوتاجاز كده شكله ايه ما يسرش. طبعا يعني انا كنت امبارح عند ماما وقبلها بيوم ما عملتوش، فهو ما عليهوش دهون ولا اي حاجه. رز واقع واحنا بنغرف بس ونشف عليه. فشلت اللي عليه كده وقلت برضو هديله تلميعه كده بشويه صابون وميه، عشان خاطر لما اجي اطبخ كده الدنيا تبقى نظيفة. حطيت المعلقة جنبي وانا بطبخ ما بقاش قلقانة، فاهمين؟ يعني مثلا بتبقي تقلبي الحلة وتحطي المعلقة جنبها عشان خاطر تقلبي تاني. فالبوتاجاز كده ما يكون نضيف وحلو هتحطي المعلقة براحتك وتحطيها تاني في الحلة، ما فيش اي مشكلة يعني. فوالله العظيم بتفرق، والله بتفرق نفسيا وكل حاجة يعني. لما تكون البوتاجاز نضيف كده وانت بتطبخي بتحسي الله الجو نضيف كده والحياة نضيفة. المطبخ كله نضيف، حتى لو المطبخ وراكي متكركب هو المطبخ نضيف، يعني المطبخ نضيف مفيش كلام. ما ترجعيش بقى ورا الموضوع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما خدش معايا دقيقتين بالظبط. هما وقت الفيديو ده انا ما قطعتش منه حاجة خالص. ما شلتش طبعا الكوش لان البوتاجاز النضيف مش مستاهل يعني. وكانت حماتي نقع شوية لوبيا في الحلة دي، رحت حطيتها على النار على طول، يعني كله في نفس الفيديو. ما بقولك ما وقفتش الفيديو اصلا. وحطيت شوية مية كمان للبطة. لقيت حماتي مطلعة بطة من الفريزر من اللي كنا دابحينهم وبل اللوبيا دي، فحطيت اللوبيا وحطيت المية تغلي برضو للبطة. وجبت بصلتين كده هما صغيرين يعني مش كبار، وقلت اما اعمل التسبيكة بتاعة اللوبيا عشان خاطر كل حاجة تخلص في وقت واحد. يعني مثلا ما احطش البطة والبتاع اللوبيا تتسلق، وبعد كده بعد ما اخلص ابقى اعمل بقى التسبيكة، وبعد كده ابقى اعمل الرز. لا، كل حاجة في وقت واحد عشان اخلص بسرعة واقعد بقى اعمل اللي ورايا. يعني الشغل ما بيخلصش بمعنى اصح. انتي بتعملي حاجة وتقولي خلاص خلصت، بتلاقي الدنيا مكركبة معاكي. الحاجة الفلانية كنت عايزة اعملها، ده اعملي كذا، افتكرتي حاجة، طب باقي الغسيل لا مش عارفة ايه.
هي الحياة كده يعني اليوم كله والله العظيم يعني الواحد الحمد لله ما بيقعدش فيه، وطبعا اليوم قصير جدا يعني على ما بتيجي مثلا ترتاحي مفيش وقت. وعندي بقى مشكلة يعني مثلا اجي الساعة 9 كده احس ان النوم كابس عليا قوي وعايزة انام، وطبعا الوقت ده يعني ما بنبقاش نايمين فيه يعني بمعنى اصح العيال صاحية وكله صاحي وانا عايزة انام، طب انا هنام واسيب العيال صاحيين مثلا؟ فاصبر شوية اقول بقى يعني شوية انيمهم وننام وخلاص الميعاد يعدى، افضل صاحية مثلا لحد الساعة 2 ونص بالليل، وارجع تاني اصحى 5 للعيال، للبنات اوديهم المدرسة، لان المدرسة فترتين فهم في الفترة الصباحية بيروحوا بدري جدا يعني بيمشوا من هنا 6 ونص. عملت بقى البصلة حمرتها، طبعا عندنا بيحبوا التسبيكة متسبكة قوي يعني بيحبوا البصلة متحمرة كمان، لو حماتي اللي بتعمل هتلاقوها محمرة البصل عن كده بكتير، فانا بعمله نص نص، لا بحمره قوي ولا بصفره قوي عشان يعجبهم. طبعا بقى كانت البطة بتغلي واللوبيا خلاص قربت تستوي، وطبعا بقى اظبطي السلقة بتاعتها يعني لا تبقى مهرية ولا تبقى جامدة، تبقى مظبوطة كده وحلوة، وتسبيكة برضو يعني بتظبطي ملحها وكده، وحطيت لها كزبرة وشطة وملح وكمون وفلفل اسود، وسبتها بقى تغلي على نار هادية معلتش عليها خالص، لان التسبيكة بتاعت اللوبيا او بتاعت الفاصوليا الناشفة بتحب تتسبك حلو جدا يعني، بصي بتسبكيها على قد ما تقدري. انا بحطها على نار هادية، ولما بتنشف بحط لها مية تاني يعني ايه حوالي يعني ربع كوباية مية مثلا، واسيبها تتسبك تاني تنشف تاني، وبسيبها كده فترة طويلة لان اللوبيا كده كده بتبقى مستوية في السليق، فلما بتحطيها في التسبيكة بتاعتها ما بتعوز بقى سوا كتير يعني غلوتين كده ولا 3 وبتطفي عليها خلاص، لان هي بتبقى مستويها يعني التسوية مظبوطة في السليق، وبتحطيها بس في التسبيكة شوية صغيرين وبتشيليها. انما لو بعمل بطاطس او كوسة او فاصوليا خضرا بالذات يعني ممكن اسبكها نص تسبيكة. ليه بقى؟ الفاصوليا الخضرا بتغيب جدا على النار، فكده كده البصلة هتستوي والطماطم هتستوي لما هيطلع عينها، فكل حاجة يعني كل رقصة بتحب لها رقصة او كل قرصة بتحب لها رقصة، اصل المثل ده لسه متعلماه جديد من حماتي. تمام. آه... قبل ما اكمل انزلوا حطي اللايك لايك لايك لايك. ماشي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كل طبخة لازم تفهمي هي عايزة ايه بالظبط يعني، مش ان انتي بتعملي اي حاجة وخلاص، لا كل حاجة وليها حاجة. طبعا بقى قلت على ما الطماطم تتسبك اروق الحوض مكاني كده، وما كانش فيه مواعين يعني طبقين كده، كنت عامله في واحد البصل مقشره في واحد البصل. الحله دي كنا يعني الحله دي اللي احنا بنعمل فيها مثلا لو هنسمط بط هنعمل حاجه بس ما نطبخش فيه، فطلعتها نفك فيها البطه يعني انها متلجه. وبعد ما الطماطم اتسبكت يعني شايفين باين على الحل اصلا الطماطم غابت على النار، شايفين اللوبيا عامله ازاي الحبايه ماسكه نفسها ودايبه من جوه، يعني لا مستويه قوي ولا جامده، بحبها انا كده. في ناس بيحبها يعني نص سوا شويه، لا احنا بنحبها مستويه حلو، وفي نفس الوقت ما تكونش مفتحه ما تفتحش منك تطلع القشره بتاعتها لفوق، لا السوا بتاعها ما بيكون مظبوط بتبقى جميله، وتغرفيها كده ما تتهريش منك ومتبقاش يعني شكلها مش حلو. و برضو البطة ما كانش استوت، واللوبيا سايباها تغلي غلوة، وعلى النار اللي انا شلت من عليها اللوبيا وهي بتتسلق حطيته الرز. طبعا بقى لقيت المية زيادة قوي لان انا حاطه المية تغلي فمش عارفة معيار يعني. آه، انا عارفة مثلا حدود المية تبقى مستواها مثلا سنتي فوق الرز كده، انا عارفة كده، انما بحط مية وبعد كده بنقص براحتي لو عايزة بحط، فاهمين يعني على حسب ما بتيجي بقى. حطيته الرز، وعلى ما الرز بقى استوي واللوبيا كده شربت كده من الدمعة بتاعتها، حطيت لها كده شوية شوربة لان الشوربة بتحليها بصراحة، انا مبحبش ازود للخضار مية،
لان الشوربه يعني بتحلي الخضار او الطبيخ معاكي وبيبقى حلو. طبعا ما بتزودلهاش بقى، لان لو زودتلها الميه او الشوربه بتبقى مرقه ومش حلو. بصوا الساعه دلوقتي 2 وخلصت طبيخ، خلصت ترويج، خلصت مواعين. شطورة صح؟ بصوا بقى، مش عايزة اروح شقتي من دلوقتي عشان ما اتلبخش هناك، عايزة اروق الشقة هناك، فلسه قدامي وقت. عايزة اشغل نفسي بحاجة على ما عيالي يجوا من الدروس واغديهم وبعد كده نروح الشقة. فكذا حاجة كده عند حماتي عايزة اعملهم بقالي كذا يوم ومش بفضلهم، هعمل حاجتين على حسب ما الظروف تهيأ. تعالوا بقى اما نشوف هنعمل ايه. لايك لايك لايك. عايزه اقول لكم ان انا هروح شقتي دي لازقه في حماتي، فاهمين، في دور واحد. ان انا مش هروح اكمل بقى بقيه اليوم في شقتي، لا، عايزه اروح اشوف حاجه اعملها وبعد كده ارجع تاني عند حماتي. واصلا كده كده بيبقى اعتبريهم شقه واحده الاتنين، فاهمين، البابين مفتوحين ما بيتقفلوش. عايزه اروح ان انا اشوف مثلا حاجه عشان ما اتلبخش هنا. ده المعنى اللي انا قصداه. طبعا بقى دخلت على الاوضه بتاعت سلايفي. آه، حبيت بقى ان انا اشيل الفرش بتاعهم واحط لهم فرش جديد ودفايات، وبرضه اشيل السجادة واكنس وامسح. يعني الاوضه ما فيهاش حاجه متكركبه او اي حاجه، يعني هي السراير بس اغير لها الفرش و وهكنس بس، ما فيش اي حاجه. طبعا بقى كنت جبت طقم ملايات عشان خاطر افرش السرير. فجت حماتي قالت لي ايه، ما تفرشيش الطقم ده، انا عايزه طقم تاني يتفرش تحت الدفايه. تقريبا الطقم ده يعني بيزحلق الدفايه او حاجه. فهي قالت لي بلاش ده، سيبيه مثلا للصيف ونفرش التانيين. وكمان كانت عايزه تبدل المرتبه، تقريبا في حته عاليه وحته واطيه، فهي جت معايا نبدلها كده. ويعني عايزه اقول لكم انا مشوشه الصوره، لان طبعا يعني انتوا فاهمين بنوطي وبنشيل وبنحط. فاحنا انا مش حابة مثلا انتوا فاهمين يعني انتوا فاهمين من غير ما اتكلم، مش عارفة اقول ايه، بس مش هينفع مثلا ان احنا نظهر واحنا بنوطي وبنشيل وكده. فطبعا بقى عدلناها، وهي جابت لي طقم السرير اللي عايزة تفرشه، وجابت لي الدفايات وانا فرشت السراير. يعني هي ما خدش اي وقت. عايزة اقول لكم بقى يعني كان الوقت ده الدنيا عمالة تمطر جامد. ف فالشغل ده كان مدفيني جدا، عمالين يقولوا احنا سقعانين، وانا عماله اقول لهم انا حرانه انا حرانه والله العظيم. يعني الحركه كده بركه، كل فيديو اقول لكم الكلمه دي، الحركه بركه. اللي بيقعد ما بيعملش حاجه يا جماعه بيسقع وبيبرد وبيتكتك، بتلاقي نفسك كده قاعده متكتكه وقاعده ترتعشي وما انتش عارفه تقومي اصلا. انما لو قمتي كده استعذتي بالله من الشيطان الرجيم وقمتي مره واحده كده قوتي قلبك وقمتي من تحت البطانيه، هتلاقي العمليه يعني زي السكينه في الحلاوه على راي المثل. هتلاقيكي مستحليه الشغل ومستحليه ان انتي بتحركي دفيانه وحرانه كده. وطبعا يعني بتخلصي اللي وراكي وبعد كده بقى تقعدوا. حتى لو هتشغلي مثلا الدفاية شوية، لو عندكم دفاية مش هتطلعي بقى من الشقة. يعني انا لما مثلا بنوي هشغل الدفاية عندي في الشقة بشغلها شوية ما بنطلعش برا بقى خلاص. بشغلها شوية واظبطها تفصل نفسها حتى لو نمنا، وخلاص الجو بقى بيبرد معاكي في الأوضة واحدة واحدة. بس ما تطلعيش برا نهائي. حاسة ان انت هتطلعي برا او في ظروف هتخليكي تطلعي برا، بلاش تشغلي الدفاية، لانها يعني بتدي دور مظبوط. بتقومي جايه واخدة برد والدور معاكي ما بيكفيش بسهولة بقى. ربنا يحفظكم يا رب، يحفظنا ويعفى عننا جميعا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. الايام ديت ايام صعبة قوي. انا واحدة بحب الشتاء، بس من بعد ما خلفت ما بحبش الشتاء خالص. يعني بصوا اي حد الله الدنيا هتشتي والجو هيبرد، وانا كل اللي في دماغي العيال هتعيا، العيال الكحة، العيال المدارس هيعملوا ايه، هيخلوا ايه. لا ايه لا إيه لو عيل مثلا وقع حاجة على هدومه بتلبسيه 3 4 5 حتت، غيري كل ده واقعدي بقى والعيل يزهق منك ويعيط منك. بصوا ما بحبش الشتاء من ساعة ما خلفت.
يعني حقيقة الصيف كده بصي، حتى لو العيل هدومه اتوسخت بتشيلي قطعة وبتحطي قطعة، انما الشتا 5 قطع تقعدي تغيري وتقرفي في نفسك والعيل بيزهق منك، والبرد والكحة، ولا اقفلوا الباب، لا ده الحمى ازاي، وبصوا لا ما بحبش الشتا خالص عشان خاطر العيال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى سوسو كانت شالت السجادة، هي حافظة سجاد خفيفة جدا، فقلت الأسيل شيليها و... وانا كنست بقى، كنست. وعايزة اقولكوا برضو خليتها تشيل الحافظة اللي عندنا هناك في الأوضة. كنت الحافظة اللي انا كنت فرشاها اتبلت، كنت بحمي ابني، كنت بديله شاور في الأوضة والمية وقعت عليها فطلعتها وفرشت واحدة كانت عندي قديمة، خليتها بقى هي تشيلها. صح؟ ايوه. انت شطورة حبيبة ماما، بتساعد ماما. هي شالتها، وبعد كده بقى انا كنست الأوضة برضو بتاعتنا اللي احنا بننام فيها، أوضة الأطفال، كنستها وفرشتها وقعدنا بقى. هما طبعا بكرة في امتحانات، خليتها تقعد تراجع والتانية تكتب واجبها، ف قعدوا بقى على السراير، يعني قلت لهم اقعدوا على السرير تحت البطاطين. حتى انا ما طبقتش البطاطين، يعني حبيت برضو ان انا اوريلكوا لمحة بسيطة. انا كنست الارضية لان هما كانوا داخلين بالكوتشيات على السجادة وملوا الدنيا رمل. عايزة اقول لكم ان احنا عندنا رمل، مش تراب يعني، الرمل بيلزق في الكوتشيات وبيجوا داخلين يلزقوه على السجاد. بس كده، هو ده كان يومنا ودي حياتنا. ما تنسوش تحطوا اللايك. مع السلامة.